بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير معلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ازيكم يا شباب؟ رجعت لكم النهاردة في الحلقة الخامسة من كورس Learning Python from Zero. الفيديو دوت إن شاء الله نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا، أساس برضو الحاجات اللي هنتعلمها في المستقبل واللي هنشتغل بيها على بروجكتات كبيرة، ألا وهي الأوبريتورز. يعني إزاي نخلي الكود بتاعنا يبدأ يفكر ويتعامل مع الأرقام والمتغيرات دوت اللي إن شاء الله هنتعلمه مع الأوبريتورز النهاردة. أول حاجة محتاجين نعرف أصلا what is the operator. إيه هو الأوبريتور؟ الأوبريتور ببساطة يا شباب هو الرمز أو العلامة بايثون بتستخدمها عشان تعمل عملية معينة. يعني باختصار ممكن نلخص إن الأوبريتور هو السيمبل. أوكي، يعني مثلا الماثيماتيكال سيمبل زي ما نشوف دلوقتي اللي بايثون بتستخدمها عشان تقدر تعمل عملية معينة. الجمع، الطرح، المقارنة، إنك تطلع مثلا ناتج عملية حسابية عموما. ده اللي بيخلي الكود بتاعنا مش مجرد كلام، لكن الكود بيفكر ويتصرف كمان. أول حاجة ال arithmetic operators. arithmetic operators. تعال نشوف مثال بسيط. هسجل قيمة، احنا خلاص اتعلمنا السيشن اللي فاتت ازاي نسجل variables، ونسمي مثلا الفاريبل دوت x ونسميه 10، يعني قيمة الفاريبل بتاع الاكس دوت 10. تاني حاجة هنسمي الواي ده 3 مثلا، اوكي، الواي ايكوال 3. تمام كده انا عملت بمنتهى البساطة فاريبل اسمه اكس وقلت له الفاليو بتاعته 10، وفاريبل اسمه واي والقيمة بتاعته الفاليو بتاعته 3. احنا دلوقتي هنشوف كذا مثال لعملية حسابية. أول حاجة print. نكتب print مثلا كذا مرة. أنا مثلا ممكن نكتبها، يعني مثلا ممكن نكتبها سكة 7 مرات. هعمل كده قوس وتنزل بيه. بالمناسبة عشان تنزل بالأقواس ديت أو بأي سطر عامة بتدوس Alt وشيفت وسهم تحت 3 4 5 6 7. أول حاجة نقول له والله إحنا عايزين نجمع الإكس دوت بلس الواي. تاني حاجة لأ، إحنا عايزين هنا نعمل الإكس ماينس الواي. تالت حاجة اعمل لي الإكس مالتيباي الواي. خلي بالك المالتيباي هنا بالستار مش علامة الضرب اللي هي الإكس. تمام، وبعد كده مثلا اعمل لي الإكس ديفايد الواي. تمام، هعمل لها فورمات بس كده عشان شكلها لطيف. وكمان الإكس ودبل سلاش المرة دي واي لحد ما اوصل تحت. عايزك تفكر لي ايه هي الدبل سلاش ديت، ايه الفرق بين دي ودي مثلا، وتكتب لي في الكومنتات لحد ما انا اقول الفرق. تمام، و print مثلا الاكس موديول الواي، موديول كده الواي، الموديول اللي هو علامة البرسنتج اللي هي شيفت رقم 5 الواي. اوكي، الموديول يا شباب اللي هو باقي القسمة زي ما نشوف في الريزلتس وزي ما نفهم. تمام، و آخر حاجة عندنا الإكس دبل ستار الواي. دبل ستار يا شباب اللي هي الباور اللي هي أس 2 اللي هي الأس عامة. تمام، دلوقتي لو رحنا عملنا شغلنا الكود نقول له نلاقيه يطلع لنا إن الإكس زائد الواي ب10. تمام، الإكس ناقص الواي يعني 10 ناقص 3 ب7.
تمام. 10 في 3 إكس في واي 30. تمام. الإكس على الواي اللي هي قسمة الإكس على الواي اللي هي 10 على 3 اللي هي بتساوي 3 5. تمام. بعد كده الإكس دبل سلاش الواي. طيب يعني إيه بقى الإكس دبل سلاش الواي؟ الإكس دبل سلاش الواي اللي هي الفلوت الأولى يا شباب. أنا عايز أوصلها لكم بس بأكتر طريقة ممكنة. الفرق بين السلاش والدبل سلاش مهم جدا. الأولى يا شباب بتدي نتيجة 20. تمام. زي ما احنا شايفين 3.335. والتانية بتدي رقم صحيح فقط لا غير. طب يعني ايه برضو؟ الدبل سلاش دوت بيدي الباقي بتاع القسمة. يعني أنا دلوقتي قسمت 10 على 3 طلع لي حبة تلاتات 3 حبة تلاتات و5. الباقي بتاع القسمة بقى. عارفين اللي كنا بنشرب في رابعة ابتدائي دوت اللي هو لحد دلوقتي مش عارف نحل عليها. هي ديت باقي القسمة بالظبط. تمام. بعد كده يعني الدبل سلاش دوت بيديني رقم صحيح فقط قسمة. يعني افتكروا دايما ان الدبل سلاش بيديني عدد صحيح، اما الوان سلاش او الديفايد بيديني الكسر العشري الفلور. تمام. بعد كده عندنا الموديول اللي هو باقي قسمة الإكس على الواي. زي ما احنا هنشوف هنا هتبقى الوان اللي هو نقسم الإكس على الواي في الآخر هيدينا باقي القسمة الواحد. بعد كده 10 أس 3 بيديني 1000. احنا قلنا التن باور 3 يدينا 1000. يعني زي ما أقول التن باور 3. نفسي بس أديلكم بس مفيش أس عندي على الكيبورد. تمام. يعني الإكس اللي 10 الباور أس الواي 10 أس 3 1000. تمام. مثال عملي بسيط. هنعمل برنامج بسيط يحسب متوسط 3 درجات. أول حاجة الدرجة الأولى مارك 1 بيكوال 90. الدرجة الأولى. الدرجة التانية بتساوي مثلا 85. الدرجة التالتة بتساوي 80. عارفين من زمان إن الأفريج أو المتوسط لو أنت مثلا دراستك كانت عربي المتوسط بيساوي مجموع القيم على عددهم أو الوسط الحسابي. فاهمين؟ الأفريج هنا بيساوي مثلا هسجل variable جديد وأسميه الأفريج. أفريج بيكوال مارك 1 بلس مارك 2 بلس المارك 3. احنا هنا نسينا 2. تمام. الدرجة الأولى درجة تانية درجة تالتة. الأفريج بيساوي المارك 1 بلس المارك 2 بلس المارك 3. واحنا قلنا المتوسط بيساوي مجموع القيم على عددهم. طب هنا عددهم كام؟ 3 مارك 1 مارك 2 مارك 3 يعني الديفايد 3. وبعدين تحت هنقول له اكتب لليوزر ان الافريج your average مثلا your average is كده وهنكوما نكتب الفاريبل بتاع الافريج. دلوقتي لما ندوس مثلا 90 زائد كده هيحسبها زي 90 زائد 85 زائد 80 يعني هتطلع 255. 255 على 7 هتبقى فيها 58 بالظبط. تمام. نقفل دوت كده. تمام. عايز اديكم بس تكتير مثلا في الماس ان لما تبقى القيم مترتبة 80 85 90 دايما الافريج هيبقى القيمة اللي في النص. ده بره موضوعنا بس خليها معلومة عندك. تمام. كده نبقى خلصنا السيشن بتاعتنا. هديكم تحدي تعملوه زي ما احنا متعودين. طيب يا شباب كده نبقى وصلنا لآخر رحلاتنا.
طبعا اديكم التحدي زي ما متعودين. التحدي ببساطة انك لازم تجرب بنفسك. هتفتح عادي الريبلت دوت كوم وهتطلب من المستخدم درجتين لمادتين، وبعد كده هتحسب المتوسط زي ما عملنا، ولو المتوسط أكبر من 90 اطبع excellent، لو المتوسط بين 70 و 90 اطبع very good، لو أقل من كده اطبع need to study more. تمام. جرب بنفسك، ولو عملتها صح اكتب الكود بتاعك تحت في الكومنتات أو ابعتلي النتيجة على الواتس. تمام. واكتبلي في الكومنتات اشتغلت. تمام. تاني هقول التحدي تاني، ادخل على الريبلت اطلب من المستخدم. انا عارف ان انا لسه مشرحتش ازاي اطلب درجتين لمادتين، بس دي الفايدة انك تريسيرش عشان المعلومة تثبت في دماغك اكتر. تطلب درجتين وتحسب المتوسط من الدرجتين دول، وبعدين هتكتب مسج حسب الدرجتين، حسب النتيجة، حسب الافريج. تمام. لو المتوسط أكبر من 90 اكتب excellent، لو المتوسط بين 70 و 90 اكتب very good، لو أقل من كده اطبع need to study more. السيشن الجاية إن شاء الله هندخل على التاني نوع، ال comparison operators اللي بتقارن بين ال true وال false، وبعد كده هندخل على ال logical operators وهنعمل أمثلة تفاعلية وحاجات كويسة. ده كان درس النهاردة، أتمنى إن مكنش طولت عليكم. دي بداية الأوبريتورز. اتكلمنا عن الحسابية والمقارنة. لسه مقارنة السيشن الجاية. لو الفيديو عجبك ما تنساش لايك، اشتراك، اكتب في الكومنتات نتيجة التحدي بتاعك. أشوفكم إن شاء الله في سيشنات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.